أصحابي ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنحكي لكم عن قصة مالك والمدرسة بتاعته، مدرسة الأمانة. كان مالك واقف قدام الديسك وشاف القلم بتاع الميس وقام واخده مخبيه في هدومه من غير ما حد ياخد باله. وجت سارة من بره بتقول: فين يا مالك القلم؟ الميس بعتاني عشانه. قال لها: أنا ما شفتش القلم، أنا مش معايا غير القلم بتاعي ده بس. صاحبه يزن ما كانش مصدق وما كانش فاهم. فجت سارة بتقول: انتوا الاتنين انا شاكه فيكوا، اللي خد القلم يطلعه عشان انا هروح اقول للميس دلوقتي. جه بعديها يزن قام قايل: انا عمري ما اخد حاجه مش بتاعتي ولا اسرق، ازاي تقولوا لي كده؟ انا عمري ما اخد حاجه. جه بعديها مالك بص في الارض لما هم مشوا بقى لوحده وحس بالذنب ان هو اتصرف غلط. يزن بصله وقال له: شكلك مش مريحني، هو انت ليه باصص في الارض؟ رد عليه مالك وقال له: مالكش دعوه، وسابه ومشي. تاني يوم الميس في المدرسة قالت لهم: القلم لازم يظهر يا ولاد، دي مشكلة بتقابلنا وانا هعاقب الفصل كله لو القلم ما ظهرش، فلو سمحتوا اللي يعرف يقول مين اللي اخد القلم. تاني يوم مالك قال لهم: انا معرفش حاجة، وقام واخد حاجته وقام خارج بره وقافل الباب وراه. فجه بعديها يزن قال لسارة: انا حاسس ان مالك هو اللي اخد القلم وشاكك فيه. جامت سارة بالليل قالت له: انت لو خدت القلم قول. قام جاي مالك رافع ايديه وقال: يا جماعة، انا اللي اخدت القلم، وانا اسف اني عملت كده، وبشعر بالذنب واحساسي مموتني ان انا عملت حاجة غلط زي كده. وقام رايح مدي الميس القلم ومعاها جواب اعتذار وقال لها: انا اسف يا ميس، انا ما كنتش المفروض اتصرف كده. قالت له: ده تصرف شجاع منك وانا مش متضايقة، المهم يا مالك ما تكررش الموقف ده تاني. وشرحت للاولاد أهمية إن هي تحافظ على حاجتها، وإن هي لما تغلط تعترف. ويزن هو كمان اعترف إنه غلط، إن هو شك فيه بدون ما ينصحه، وكتب على السبورة إن ما ينفعش إن إحنا ما نكونش أمناء. وجه بعديها الفصل كله سقف له، ومالك رجعت له ثقته بنفسه تاني، ورجعت الحياة طبيعية جوه الفصل، وكل الطلبة بقى بينهم وبين بعض احترام. وكمان مالك روح هو ويزن وسارة مع بعض بدون أي خوف أو تخوف من منظره بعد كده. ودي كانت قصتنا، وأتمنى تشتركوا في القناة وتعملوا اللايك. باي باي.